سلام الزينات، كي راكم حباباتي خواتاتي كامل اللي راكم في القناة هنايا. نرحب بكم، نقول لكم ان شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم عندي في قناتكم. واليوم كما راكم تشوفوا جبنا وصفة صيفية بامتياز، تصلح للصيف للشتاء، بصح مليحة في الصيف بزاف، سهلة في التحضير وديريها يعني في وقفة مع هاد السخانة. لا يشوفكم رانا نطيبو، والكليماتيزور درنا بزاف، ربي يجيب الخير ويحط الرحمة تاعو علينا. كيما تعرفوا الكارانطيطة ولا الكارانتيكا ولا الكاران، كل واحد وكيف يسميها. هي الأصل تاعها إسبانية، وجابوها إسبانيا لمدينة وهران كيما احتلوها بكري، وهي معروفة بزاف في وهران يديروها يعني بزاف. وحتى عندنا احنا في شلف يعني وصفة، يعني هي الرئيسية، يعني في تصيبيها عند القرقوطي، عند في الديار يديروها بزاف. انا اليوم جبتها لكم بلا ديك الطبقة اللي تجي من تحت، هذيك الطبقة الخشينة اللي غير محببة، كامل اللي كرهوها. انا خطرات كنت نديرها بواحد الطريقة، ما نكذبش عليكم دائما ندير ديك الطبقة، من بعد اكتشفت السر، واليوم جبت لكم هذه ديريها بغمض العينين، يعني سهله. هنا حطيت الباسينه تاعي، درت فيها 2 كيسان حمص مطحون من هذا النوعيه اللي وريتها لكم. عبرت بالكاس تاع 220 مليلتر، عمريهم مليح هذوك الكيسان بغبرة الحمص، وزيدي كاس ماء بنفس الكاس هنا، ونخلط مليح تنحل كامل هذوك لي غرومون تاع الغبرة الحمص، باش من بعد نزيد الكميه تاع الماء اللي بقى. ودوك نقول لكم شحال من كاس يعني نديرو هنايا عبر نتقيدو به باش تجينا الوصفه ناجحه. هنا الكاس الثاني نضفتو وخلطي دائما بالفوي. الكاس الزاوج، الكاس الثالث عفوا، الكاس الرابع، الخامس، ونضيف الكاس السادس. دوك هنايا نبقى نفتح كامل في هذيك الحمص اللي عندنا، ونوري لكم الخطوات الجايه واش ديروا. وما تنساوناش الاخوات، لو وصلتوا هنا للفيديو ديروا جام اخواتي، وبارطاجوا لحباباتكم صحاباتكم، خلوا القناه شويه تبان. راهي يعني في من مده طويله ما زالت كيما راهي. شجعونا الاخوات باش نجيب لكم دائما جديد والوصفات الناجحه كيما تعودتوا معنا. هنا كي خلطنا هذاك الحمص نديروه في طاجين، الحمص مع الماء نديروه هنا في طاجين ولا مرميطه. ودوك نقول لكم واش رايحين نديروا. الطريقه هذه قلت لك ناجحه 100%. اللي ما تعرفش دير الكران ولأول مرة ننصحها بهذه الطريقة يخرج لها روعة روعة روعة. نديروه هنا فوق النار ونبقى نحركوه في الحمص هذا، نخلطوه هكا باش ما يلصقناش من تحت. وكي نشوفوا الحمص هذا بدا يثقل، باش نزيدوا المقادير اللي راح نقولها لكم من بعد. كما نعرفوا الكران يعني مقاديره سهله، الوحده كاع كي تتلف لها واش راح دير حشا ولا فطور، اسهل وصفه هذه هي، وخاصه مع السخانه تسلكك. هذه سلكت الحاصلين. كيما راكم تشوفوا راني نخلط في هذاك الحمص وبدا يثقل معايا هنايا. بلا ما تنساي دائما نقصي للنار تاعك، ما تخليهاش زايده بزاف باش ما يلصقلكش من تحت.
شوفوا القوام تاعو كي تشوفوه هكا، جبدوه من فوق النار كما راكم تشوفوا اخواتي حبيباتي الغاليات. دائما نطلع عليكم وما ننساكمش حبيباتي. كامل المشتركين اللي راكم في القناة ديروا جام. نزيدوا هنايا ربع كاس من الزيت ونخلطوا. هاد الوصفة هايلة وتجي بنينة. نعرفوا باللي الوصفة تاع القرقوطي ما يديروش فيها يعني المقادير اللي راح نزيدهم كيما البيض يعني يديروها اقتصادية جدا. احنا نحاولوا نديروا الأكلة تاعنا هذا الكالنطيطة نديروها غنية شوية، نزيدوا لها 2 حبيبات بيض كما راكم تشوفوا خواتاتي. الكالنطيطة تاع برا ما يديرولهاش البيض، لكن في البيت نحاولوا نديروا اكلات غنيه يعني بالمواد الغذائيه اللي تهمنا وتهم صحتنا. هنا نزيدوا شويه فرماج من هذا النوعيه موندور او اي نوعيه كانت عندك، فرماج طري ولا كيما تبغي نتيا. درت هنا تقريبا 2 مغارف كبار من هذا النوعيه تاع البيدون، وحركي كيما راكي تشوفي. وهنا ندير لها شويه خميره يعني خميره كيميائيه، وهذه الخطوه ثاني اختياريه ماشي لازم. درت هنايا تقريبا نص مغرف صغيره باش تجينا الكرنطيطه تاعنا طالعه شويه وتجي طريه، والقوام تاعها كيما شفتوا في اول الفيديو يجي روعه، تجي كريميه، ما تجيش ديك الطبقه السفليه اللي من تحت ديك اليابسه اللي مرات تجينا كي نديروها هذيك كامل ما يبغوهاش. هنا نزيدوا لها رشه تاع فلفل اسود او الحرور كيما نسموه حنايا باش يعطي لها نكهه شويه بنينه تجي مليحه. ونحركوا نخلطوا الخليط تاعنا كيما راكم تشوفوا اخواتي. نجيبوا الصينيه، هنا درت انا في صينيه صغيره الابعاد تاعها 28 على 29. حميت هذيك السنيوه في الكوشه بلا ما تدهنيها، ما تشقاش تدهنيها. جربت انا خطره دهنتها بالزيت وما انحرقت لي، لهذا نصحكم الاخوات ديروها كيما راكم تشوفوا في الصينيه سخونه وديروها في الكوشه مباشره. لازم الفرن يكون سخون، هنا السر تاع الطياب تاعها الفرن يكون سخون الى درجه عاليه. طيبيها من تحت ومن الفوق كيما راكم تشوفوا الاخوات. تدي تقريبا نص ساعه وشويه كي تشوفيها تحمرت كيما راكم. كاين اللي يبغوها محروقه بزاف من الفوق، حنا هذا هكا يبغوها ولادي، ما يبغوش ديك اللي دير قشره محروقه كحله. تقريبا انا حمرتها لهم كيما راكم تشوفوا الاخوات. وبعد ما نحيتها من الكوشه نضيف لها دروك اللمسه يعني المعروفه كامل هي الكمون، نرشوا عليها الكمون، هذه اللمسه الخاصه بالكرنطيطه لازم يرافقها الكمون والهريسه طبعا. كما راكم تشوفوا الاخوات. هنا نجيب نقسم معكم يعني نوريكم كيفاش جا القوام تاعها من الداخل. نقسم لكم مورسو بعد ما بردت شويه يعني خليها شويه تتماسك. انا هنا راهي سخونه مازالت سخونه وقسمت هنايا قطعه صغيره نديرها في الصحن نوريكم القوام تاعها اخواتي. تجي روعه روعه وتنتكل سخونه ساندويتش يعني كسكروطات. ديري لوليداتك كسكروطات الله الله تجي واحد البنه ما شاء الله. ونستغناو على الكرنطيطه تاع برا نديروها في بيوتنا. شوفوا كيفاش تجي روعه روعه روعه، يعني حاجه نظيفه درتيها بيديك في دارك.
هذه هي اخواتي البنه، ما نحكي لكمش، واحد البنه يعني هايله، والقوام تاعها رائع، ونرافقوها بالهريسه كما قلت لكم. ديروا كاس كروطات لوليداتكم ياكلوها بالصحه والهنا، وان شاء الله تجربوها يعني تنجحوا فيها في اعدادها. ولا عجبتكم الوصفه كما نوصيكم دائما خواتاتي، ما تنسوناش بالجام والبارطاج، وان شاء الله دائما مع الوصفات الجديده والمجربه. والسلام عليكم.